بودكاست حدوتة قبل النوم. أهلا يا أصحابي، يسعدني إن أنا ألاقي لكم حدوتة جديدة النهاردة. حدوتة خيالية مليانة بالمغامرات وكمان القيم الحلوة. رحلة ليلى إلى عالم الأحلام. قبل ما أبدأ حكي الحدوتة لازم نكون صلينا لربنا وشكرناه على النعم الكتير اللي هو اداهالنا، وكمان نشكر أهلنا على حبهم ودعمهم لينا. جاهزين نحكي الحدوتة؟ كان يا مكان في سابق العصر والأوان، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بنوتة صغيرة اسمها ليلى، بتحب تحلم كتير. كل ليلة وهي بتغمض عينيها كانت بتتخيل إنها بتطير في السماء، أو بتسبح في المحيط، أو بتتكلم مع الحيوانات. في ليلة من الليالي وهي نايمة سمعت صوت غريب. كان صوت رنين حلو زي صوت جرس صغير. فتحت عينيها بهدوء، لقت قدامها باب من النور. الباب ده كان شكله غريب ومشرق، وكان بيشدها تدخله. معلقتش كتير وقامت من على السرير وراحت ناحية الباب. لما وصلت مدت ايديها وحطتها على المقبض، ولما فتحت الباب لقت نفسها في مكان عجيب. المكان ده كان مليان بالألوان الزاهية، وكان فيه أشجار بتطلع حلاوة، وزهور بتغني، وطيور ملونة بتتكلم. كانت ليلى ماشية في المكان ده مستغربة ومبسوطة في نفس الوقت. فجأة لقت قدامها بنت صغيرة، شعرها ذهبي وعينيها زرقاء زي السما. البنت دي ابتسمت لليلى وقالت لها: أهلا بيكي في عالم الأحلام، أنا سحر، وأنا هكون دليلك في رحلتك هنا. سحر وليلى سوا بدأوا رحلتهم في عالم الأحلام. زاروا قصر من الشوكولاتة، وركبوا حصان مجنح، وسافروا على سحابة ملونة. في كل مكان بيزوروه كانوا بيقابلوا مخلوقات غريبة وبيتعلموا حاجات جديدة. وفي يوم من الأيام وصلوا المكان ضلمة ومخيف. كان في وحش كبير وعنده عيون حمرة. سحر قالت لليلى: ما تخافيش، ده الوحش ده مش وحش قوي، بس هو خايف وبس. ليلى قربت من الوحش بهدوء وابتسمت له. الوحش بصلها باستغراب، وبعدين ابتسم هو كمان. اتضح ان الوحش ده كان وحيد ومحتاج حد يلعب معاه. ليلى والوحش بقوا أصحاب ولعبوا سوا كتير. وبعدين سحر قالت لليلى إنه لازم ترجع. ليلى حزنت إنها هتسيب أصحابها الجداد، بس سحر وعدتها إنها ترجع تزورهم تاني. ورجعت ليلى لسريرها. كانت حاسة بسعادة كبيرة. كانت بتفتكر كل اللي حصل معاها في عالم الأحلام، وكانت عارفة إن كل ده كان حلم حلو. توتة توتة، خلصت الحدوتة. القصة دي تعلمنا إن الأحلام بتخلينا نسافر لمكان تاني. الأحلام بتفتح قدامنا عالم كبير مليان مغامرات واكتشافات. وكمان بتعلمنا إن الخوف مش وحش. لو واجهنا مخاوفنا بشجاعة هنلاقي إن مفيش حاجة مستحيلة. وكمان اتعلمنا إن الصداقة بتجمعنا. الصداقة بتخلينا أقوياء وبتهون علينا أي صعوبة. وكمان اتعلمنا في عالم الأحلام كل حاجة ممكنة، وممكن نحقق أي حلم. ليلى نامت وهي مبتسمة، وهي بتفكر في مغامراتها في عالم الأحلام، وهي عارفة إن كل اللي حصل معاها هيفضل في قلبها وهيكون مصدر سعادة ليها طول حياتها. استنوني الحدوتة الجاية عشان نروح مغامرات جديدة.